اليوم النظام السياسي يا إخواننا يهدد المواطنة حقيقة، وهو بتهديده للمواطنة يهدد الوطنية والوطن. النظام السياسي داس على المواطنة منذ الاستقلال، داس على المواطنة. الثورة هذه شاركوا فيها أبطال كثر وزعماء كثر، وشارك فيها الشعب الجزائري بكامله. بأي حق تجي جهة من هؤلاء وبعضهم ما عندوش الشرعية التاريخية اللازمة، بأي حق يشد الحكم باسم العسكر، باسم السلاح، ويلغي شخصيات كبيرة صنعت تاريخ الجزائر؟ يلغي بوذياف، يلغي آيت أحمد، يلغي كريم بالقاسم، يلغي عباد رمضان، يلغي خيدر، يلغي هؤلاء الأبطال، هؤلاء الرموز الذين صنعوا ملحمة الجزائر. من أعطاك هذا الحق أن تستأثر بالوطن وحدك؟ وبعد ذلك من أعطاك هذا الحق بعد هذا الانقلاب على الحكومة الانتقالية الشرعية؟ من أعطاك هذا الحق أن تفرض على الجزائريين نمطا فكريا لم يختاروه، وهو النمط الاشتراكي الستاليني الذي ضيع فرصة الإقلاع الاقتصادي بالخيارات اللا عقلية ولا منطقية. هذا النظام السياسي الله لا يرفع عليه، بصح بلادنا دولتنا مؤسساتنا الله يحفظها ويصونها إن شاء الله. امين. فلذلك ايها الاخوه الافاضل، النظام السياسي راح يدخل في محايل كبيره، وراح تكثر عليه الغرز، وراح تكثر عليه الاحتجاجات في كل مكان، لان الشعب راح يفيق باللي راهو كان يغر فيه وكان يكذب عليه. الفقاعه تاع الوهم ستنفجر لما الشعب يبدا يفيق. اذا انتم تحركتوا وعملتوا من الان، انتم ستكونون من يقود الشعب الجزائري، حتى نتجنب، ونختم، حتى نتجنب السيناريو تاع سوريا وتاع ليبيا وتاع اليمن. لان السيناريو هذا السيناريو علاه تونس ما وقعش فيه هذا؟ علاه؟ لان كاينين قاده عرفوا كيف يقودوا الجمهور. يجب ان تكونوا موجودين في كل مكان. ابواب حركه المجتمع السلمي مفتوحه لكم. حركه المجتمع السلمي هي لكل الجزائريين، والمكان نتاع القبائل الحر، الارجاز الحر، مصان ومحفوظ في حركه المجتمع السلمي.